القمر أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، كما لا 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 أحبك يوما يوما بشر. ألم تقرأيها بخط يدي بخط يدي فوق السور القمر فوق سور القمر فوق السنابل فوق الجداول فوق الثمر فوق الكواكب تمسح عنها غبار السفر. الله الله الله، يعني بداية جميلة جدا كده إن شاء الله لسهرتنا الليلة، سهرة غنائية طربية، صوت رائع الحقيقة. جه من العراق لهوليد الشرق وانتشر طبعا الحمد لله جدا، وهينتشر اكتر واكتر لسه ان شاء الله، ومستقر في مصر من سنة 2000 تقريبا، وله اعمال عديدة جدا. صوت طربي عراقي رائع اصيل، وهو عاشق لفريد الأطرش، والاصوات طبعا كتير، وهنستمتع وهنحكي كمان حكايه الاغنيه اللي بدانا بيها الليله دي مع المطرب العراقي، ونقدر نقول عراقي مصري لانه استقر خلاص، عائد المنشد. احلى عراقي مصري، احلى عراقي مصري، كلنا وطن واحد خلص. وكلنا. يعني انا ممكن اعرف شوارع مصر اكثر منك يعني. اكيد ممكن جدا، انت من سنه 2000 هنا. طبعا اسافر واجي، بس انه الاقامه الاستقرار في مصر. جميل جميل. طبعا في البدايه هنمسي على مشاهدينا، وان شاء الله تكون سهرتنا النهارده سهره ممتعه لانها متميزه ومختلفه عن كل السهرات. هنستمتع بطرب اصيل، وهيعيش معانا او هيتواجد معانا روح فريد الأطرش والموسيقار الكبير طبعا بليغ حمدي. عقد القرني يمكن ابتدى مشواره الفني بعمل 3 ألبومات: رحلة حياتي، وأحبك صحيح، ولا تفكر في روحك. وهو على فكرة برضو بيحضر لألبوم اسمه حاير، والجميل برضو ان هو بيلحن كل أغاني هذا الألبوم. عائد طبعا يعني دايما بيبقى فيه بطاقة تعارف كده جميلة بيقدمها الفنان للمشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. قولي ازاي ابتدت حدوتك مع الغنى ومع التلحين، وطبعا كانت في العراق؟ طبعا هي رحلة طويلة، ما اريد ندوخ المشاهدين بيها. احنا نمسي عليهم بكل الحب ونقول لهم مساء الخير ومساء الورد، وان شاء الله يعني يقضون وقت حلو معنا في هذه السهرة. طبعا بدايتي اكيد من الطفولة وحلمي العود. استاذي الغير مباشر فريد الأطرش، يعني لم متأثر بيه جدا، لم التقي فيه، لكن انه هو حسيت انه استاذي من حركة اصابعه، من حركة مسكته للعود، حب العود، عشقه للعود. تعلمت منه الكثير طبعا، وحبيت اغانيه والحانه. اول مره واستقليت العود امتى؟ اول مره خالص لعبت على العود وانت صغير كان امتى؟ كان عندي 16 سنه. يعني مش في الطفوله قوي يعني. لا، من الطفوله كان عندي آلة، هي مش آلة، هي لعبه في عيد ميلادي جابها خالي الي. نايلون يعني مش اوتار، بلاستيك. وانا ماسكها طول النهار حتى دوختهم. فخالي انه اول واحد شجعني وحس انه هذا الطفل في يوم من الايام حيكون فنان. لكن العيله ما فيهاش حد مثلا موسيقي او مطرب، او يعني معظم الفنانين بيبقوا مثلا بيبتدوا حياتهم الفنيه في اسر موسيقيه. انت ما عندكش حد في العيله موسيقي او مطرب او كده؟ لا الحقيقه، بس انه يعني ابويا الله يرحمه صوته حلو كان، وعمي صوته حلو. اولاد عمي بعض منهم عندهم يعني شكلها وراثه يعني. لكن لم يحترف الغناء
الا اني بس. الا انت. الا انت. بدات طيب رحله الاحتراف بقى ازاي؟ يعني ده كان في الاول مجرد هوايه يعني؟ كانت هوايه وغنى في افراح، في محافل، في وانا صغير. الولد هذا هاتوه صوته حلو مش عارف ايش. الى ان الاحتراف الرسمي كان سمعني الاستاذ عادل هاشم الناقد الكبير. ايوه. الفنان المصري عادل هاشم. لا، ناقد موسيقي عراقي، هذا اشهر ناقد موسيقي. تشابه اسماء بقى. هو كان ايضا معروف في مصر ككاتب كبير يعني. وتخيلي انه الله يرحمه توفى في مصر الله يرحمه قبل سنتين يعني. الله يرحمه. فهذا الرجل له فضل علي كبير. اول من سمعني في امسيه كانت في اتحاد الادباء في العراق، فهو شبه انذهل لهذا الصوت يعني. وقال انهوا الامسيه وتجيبوا لي هذا الشاب. جميل. طيب يعني احنا بنقول انت بدايه ظهورك في مصر ومجيئك لمصر كان سنه 2000 في مهرجان الاغنيه الدولي، ويمكن قدمت اغنيه جميله جدا اسمها عالم اناني. هي حزينه شويه بس حبوها الناس. هنسمعها. لكن قبل ما نسمع عالم اناني انا عايزه اعرف منك مين شجعك ان انت تيجي مصر وتقوم بالخطوه دي وتشترك في مهرجان دولي زي مهرجان الاغنيه الدولي في مصر هنا؟ هو الحقيقه طبعا اي فنان مصر في راسه، في اكيد ذهنه. هوليود الشرق يعني مصر دي هوليود الشرق. واحنا صغار متربيين على غناء عبد الحليم والسينما وام كلثوم، عبد الوهاب. طبعا كانت حلم بالنسبه لي الى ان صارت المصادفه. يعني انا ما خططت الحقيقه، دخلت بالمصادفه مع انه هي حلمي عن طريق الاردن. كان نقيب الفنانين الاردنيين صديق لي مالك ماضي في هذاك الوقت، فنان هو اللي قال لي ليش ما تشترك في المهرجان وانت تحب مصر وتدخل مصر. وفعلا دخلت. ما كانش في بالك خالص ان انت لا ما تخطط لده او ما كنت اشتغل في لا ما عندي معلومه ولا عارف كيف ادخل مصر. يعني مثل الواحد حبيبته بعيده وما اعرف كيف يوصلها. وجيت لحبيبتك بقى خلاص وقربت المسافات. وعشت معاها. ايوه عشت معاها وسعيد يا ترى ولا لا؟ لا طبعا اكيد. يعني انا اذا احزن اتمشى عني لارتاح. جميل. طيب ايه رايك يا نرمين؟ حصلت عشان تبقى المشاهدين عارفين ان حصلت من خلال الاغنيه اغنيه عالم اناني في المهرجان على جايزه كمان فيها. طبعا نسمع بقى معك عالم اناني. كلمات مين يا عالم؟ هي الحاني وكلمات الشاعر عبد مهدي الغزي. تمام. من البصره، هو من محافظه البصره. وانا من بغداد طبعا. اهلا وسهلا. يا عالم أناني ما يحب واحد الثاني. يا عالم أناني ما يحب واحد الثاني. كل شي بيك بثمن اشتراك يا زمن، ونشتريك يا حزن، والفرح بس بالأماني. يا عالم أناني. يا عالم أناني. جميل جميل. هنبقى انانيين جدا ونسمع منك النهارده. كتير يعني لا انتوا براحتكم سيروا. لا انا عايزه اقول وبعدين عايزين نقول ان كل الاغاني تقريبا الحانك انت. كل شغلي كل شغلك الحانك. اعمالي الحان من الحانك انت. لا طيب. وهنعيش النهارده مع فريد الأطرش ومع ام كلثوم يعني النهارده سهره طربيه عراقيه مصريه جميله جدا جدا. طيب جميل. معانا اول تليفون استاذ عبد الفتاح. الو. مساء الخير استاذ عبير. اهلا بيك يا استاذ عبد الفتاح. استاذتنا المتميزه.
اهلا بيك استاذ عبد الفتاح، مساء الخير، ازي ازيك حضرتك؟ يا استاذه نرمين؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ كالعاده دايما سهره يوم الخميس، سهره الجمال والفن وكل لله. الضيوف الجميله. انتوا ضيوفنا النهارده طبعا. معاكم ضيف من العراق. ايوه العراق مشهوره بالاصوات الجميله دايما يا استاذه نرمين، طبعا والغناء الشرقي الجميل، صحيح. واللغه بتاعتهم لغه جميله، يعني دائما ما يغني باللغه الفصحى وبيوصلها للمستمع بطريقه سهله وجميله وطيبه. فعلا مش بعيد على ليه بقى، هم كمان عندهم زينا، بس خلي بالك ده عندهم نهرين ميه عذبه. اللي بيشرب من الميه العذبه ده صوته بيبقى عذب وجميل. طبعا طبعا. فدايما انتوا يوم الخميس بتجيبوا لنا ضيوف جمال، وقناه القاهره دايما كلها جميله وسهراتكم جميله، فانا بحييكم على استضافتكم للاستاذ المطرب عائد المنشد، حتى اسمه جميل، عائد ايوه المنشد، يعني هو عائد ومنشد ايضا، فصوته جميل. بنتمنى له دايما ان القاهره هيود الشرق تحتضنه ونجمه يلمع في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله بفضل قناه القاهره ايضا اللي هي بتحتضن المواهب والنجوم الساطعه دايما. طب تحب تسمع منه ايه بقى؟ يعني تحب تسمع منه ايه يسمعك يطربك والله يا استاذه نرمين اللي هيقوله كله كويس، هو بيقول انه معجب بفريد الاطرش. لو سمعنا حاجه لفريد الاطرش هنبقى متشكرين منه، لكن هو موهبه وخامه وصوت جميل، واهل العراق تحياتنا ليهم. بشكر استاذه نرمين وبشكر الاستاذه عبير. اشكرك يا استاذ عبد الفتاح، وهنسمعك بقى يا ابو ضحكه جنان لفريد الاطرش، ايه رايك؟ كلها جنان يا فندم. خلاص نسمع مع بعض يا ابو ضحكه جنان علشان خاطر الاستاذ عبد الفتاح. اتفضل. طبعا هاي نهديها للاستاذ عبد الفتاح ولكم ميرسي، ولكل الموجودين، وللمخرجه والمخرجه هيام حجاج معانا النهارده، وكلهم، ومحمد مدير التصوير والجماعه زمايلنا في الكنترول كلهم. يا ابو الضحكه جنان مليانه حنان، يا ابو ضحكه جنان مليانه حنان، اضحك كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكه جنان خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع الفرس ولا صوت بيقول أنا مش مسؤول، لا صوت بيقول أنا مش مسؤول، لو حد اتحير أو بك مشغول، واضحك كمان وكمان وكمان، واضحك كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطيت بخدودك على تفاحتي، والأول مرة بتشوف العين، والأول مرة بتشوف العين، الفاكهة بتطرح على عود ياسمين، الروح والعين تاهوا الاتنين، الروح والعين تاهوا الاتنين، يلاقوها يا قلبي منين ولا منين، واضحك كمان وكمان
وكمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة الله، جميلة 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 جميلة. أنا برضو الحقيقة عايزة أقول إن أنت من محبي نزار قباني. يعني الجميل ان انت غنيت له اغنيه برضه هنسمعها بعد شويه، كان المفروض هيغنيها العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، اسمها احلى خبر. دي كانت مفاجاه. دي غنتها ايوه فعلا في اول حلقه. وبعد كده في اغنيه برضو يوميات رجل مهزوم لنزار قباني، ودي كان حصل بينك وبين كاظم الساهر مشكله علشان تغنوها. لا احنا اليوم بلا مشاكل. ايوه لا يعني بس هو كان عايز يغنيها برضه. كان هيغنيها وكان الفنان ايضا هاني شاكر كان هيغنيها. كذا واحد ما اعرف شنو سر هذه القصيده. وطبعا المشكله في وقتها صار لها زمن يعني وانتهت، وغنيناها الاثنين يعني، غناها الفنان كاظم وغنيتها برضه يعني هو بلحنه وانا بلحني. هو لحنها برضه وانت لحنتها. هو لحنها وايضا يلحن اعمال نفس القصيده ولكن كل واحد كل واحد لحن. طيب عايزين نرجع لاحلى خبر اللي انت بدات لنا بيها واطرقتنا بيها، اللي هي دي اللي كانت المفروض ان عبد الحليم يقوم بغنائها، وكان اختارها بالفعل من كلمات نزار قباني، ولكن للاسف يعني توفي. فخلاص الاغنيه ايه بقى ايه، ما حدش متهيألي لفتت نظره بعد كده الا انت. يعني انت شفتها، قول لي ازاي يعني جبتها ازاي، اشمعنى دي اخترتها؟ كنت عارف القصه ان عبد الحليم عايزها؟ تصير عندي مشاكل دون ان اقصد. ليه يعني بقى؟ اختار النص ما عدا طبعا هذه الاغنيه لعبد الحليم الله يرحمه العندليب، لكن اختار نصوص يعني ما اعرف انه في فنان اخر اختارها برضه. يعني لما افتح ديوان او حد يقرا لي نص او كذا اختاره يطلع فيه فنان، والمشكله يا ريت يطلع فنان غير مشهور، فنان مشهور. يعني في اليوم انا الحقيقه بطلت لحنت. تخيلي طبعا المشاهدين ما راح يصدقون، لحنت اللي القصيده اللي علي محمود طه اللي ملحنها موسيقار الاجيال عبد الوهاب. اخي جاوز الظالمون المدى. وكنت صغير وانا يعني ما مسافر برا، ويعني ما سامع الحقيقه يعني القصيده ما سامعها. ولما لحنتها استغربوا الاصدقاء انه كيف الحن قصيده ملحنها عبد الوهاب العظيم. فقلت لهم والله ما ادري هذه القصيده. طب انا يعني برضو عايزه اسالك، انت واضح ان انت يعني ملحن موهوب جدا الى جانب انك مطرب موهوب، لكن ما فكرتش تلحن لحد من المطربين المصريين مثلا وانت هنا في القاهره من سنه 2000؟ ما عرضش عليك او انت عرضت على حد من المطربين ان انت تقدم له الحانك؟ هو يعني انا ملحن لغيري بس شباب في العراق يعني مطربين اصدقاء مطربين عراقيين. لكن في مصر هنا ما كانش في تجربه؟ لا لانه انا مو من النوع اللي اسعى لفني. انا اسعى في ابداعي، لكن علاقاتي حقيقه يعني مش شاطر فيها يعني. بس ده عايزه اقول لك ده من اهم هو كسل المزايا للفنان انه يبقى عنده علاقات عامه. الان في مشروع يعني مع مطربتين كبار ان شاء الله، بس ما راح اعلن عنها. مصريات هم صاروا مصريين يعني، الناس عارفاهم بانهم مصريين بس هم مش مصريين. بس مين يعني دول؟ مين؟ هيام بتسال مين دول؟ لا هم كبار جدا مشاهير، بس اتمنى ان تكون يعني مفاجاه، لانه دائما اعلن عن عمل بيني وبين يعني وبين مطرب مثلا، بين مطرب وتحصل مشاكل حقيقة يعني. انت مش عايز تسبق الاحداث، عايز تخلي الحاجه يعني الفنانه الكبيره اصاله تشوفنا الان يعني، انا التقيت فيها وسمعتها اللحن، ولسه كنت حسمعها الحان. اللحن هذا كان من الشاعر كريم العراقي، ولكن انا كنت حسمعها اللون اللي هي تحبه، لكن ما سمعت وتدخلوا ناس وخربوا الموضوع. يا ساتر يا ساتر. اي والله شيء عجيب يعني. ده عالم اناني خالص. خالص عالم اناني. فقررت انه ما اعلن عن اي فنان اتعامل. طيب انت يمكن الحانك، اتفضلي هتتعامل معاهم لحن فقط ولا لحن ودويتو مثلا في الغنى سوا؟ لا لحن مع بعض. بس هو هذه
في واحدة منهم مقرر أن أعمل معها دويتو، يعني أطرح عليها قصيدة كبيرة يعني تنفع أن تغنى بين مطرب ومطربة. تمام، جميل. طيب يعني انت بتقول دي بدايات ان شاء الله مبشرة، ان انت تشارك ألحانك 2 مطربات عربيات، هم مش مصريات بس بقوا مصريات، هنعرف بعدين بيننا وبينك بقى. وفي مع فنانات مصريات شابات منهم لسه مش مشاهير. جميل. بس انا عايزه اقول استاذ عائد ان انت الحانك طربيه جدا، يعني انت طربي اصيل. النهارده السمه السيده للمطربين الشباب الالحان الخفيفه، الموسيقى السريعه. لو حد منهم جه وعرض عليك ان انت تلحن له اغنيه من النوعيه دي او من التيب ده، عندي هتقبل عندك؟ طبعا عندي كتير. واصلا لي اغاني خفيفه مشهوره لي حايره، اللي هي اغنيه حاير اللي راح تصور، معقوله اغنيه خفيفه اللي اخر فيديو صورته. في قولي هي قولي بالعراقي، خفيفه جدا وسريعه جدا. يعني انا عندي عايزين حاجه خفيفه بس بالغنى يعني هذه اغنيه قديمه. قولي انت تحبني مثلي، قولي انت تحبني مثلي، اول حب بعمرك ولا معاشر قبلي كده يعني. بس كده عايزينك تقول كمان يعني في عندي اللي هو باللهجه المصريه وبالعراقي وبالخليجي وخفيف وتقيل. في عندي طب نسمع حاير خفيفه برضه. حاير انت بتقول هي خفيفه؟ حاير خفيفه بس يعني عايزين نستمتع اكتر، يعني ادينا تايم شويه. هذه كلمات الشاعر مثال المجهول من الكويت، هو شاعر من الكويت، شاب صغير اللي هو كتب ولا يهمك لمصر. جميل. حاير والحيرة بين عيوني، وخايف مثل يلوموني. حاير والحيرة بين عيوني، وخايف مثل يلوموني. حاير أنا وانت محتارة، ليش العمر نقضي حيارة؟ كل اللي بينا نحكي خلينا، كل اللي بينا نحكي خلينا، وما يهمك منهم ويهموني. حاير والحيرة بين عيوني، حاير. جميلة جدا والله. احنا محتارين والله نسمع ايه ولا ايه ونستمتع بايه، ولا مصري ولا عراقي ولا خليجي، كله ما شاء الله. طب عايزين، انت كنت بتدندن معانا كده واحنا في الهوا قبل ما نبدا له بشويه ام كلثوم. يعني وقلت كوبليه كنا كلنا بنغني معاكم في الكنترول، كانوا بيغنوا معاكم كل حاجه، فعايزين المشاهدين يغنوا معانا دلوقتي. هو أنا هذا المقطع احبه جدا الحقيقه، اللي هو مقطع من الحب كله. بس انا مش حافظه كله، اسمحوا لي يعني حددنه الكوبليه اللي انت حافظه. انا حاعمل كوكتيل لأم كلثوم، يا ريت، يعني كذا اغنيه. يا ريت. ده الهوى العطشان عطشان 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 في قلبي بينده، يا أرقم من نسمة وأجمل من ملك. ده الهوى العطشان عطشان 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 في قلبي بينده، أرقم من نسمة
روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي، ايه انا بالنسبة لك. انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي، ايه انا بالنسبة لك. حبيبي ده انا مخلوق علشانك، ادوب عشانك انت، وقلبي عاش على لمس حنانك، ادوب حنانك انت. وكفاية بقى تعذيب وشقى ودموع في فراق ودموع في لوع، تعاتب عليا ليه؟ أنا بإيديا إيه؟ أنا بإيديا إيه؟ فات الميعاد، فات الميعاد. الله. روعة. معانا تليفون المخرج احمد الفيشاوي، اهلا بيك. الو. اهلا وسهلا، اهلا بيكي وازي حضرتك. اهلا وانا بيك. مبسوط جدا النهارده، كمان بالذات ببقى معاكم مبسوط على طول. بس النهارده بجد معانا حد حبيبي جدا، معاكم حد حبيبي جدا، وحد من الاصوات العربيه اللي انا بموت فيها. جميل. مش عايزه اقول لك بقى فن بجد، فن اصيل. صورت له انت حاجه تعودتوا مع بعض احمد في كليب؟ هو هيصور لك. لسه ما تكلمنا. احنا لسه هنتعاون، مع ان احنا كان لينا تجربه برضو قديمه كده، كنا هنخش فيها كده مع بعضينا، بس يعني ما حصلش نصيب قوي. بس عايز اقول لك ان انا كنت في كل التجارب اللي معاه، يعني حتى وهو بيصور مرة كنت بروح واحضر واشوفه وهو بيصور وابقى معاه وجنبه، لان هو بجد حد من الاصوات اللي بجد بحب اسمعها وبنبسط بيها وبنبسط انها موجوده، عشان بحس ان في فن بجد حقيقي حاصل موجود في حياتنا. جميل. طب ايه اللي هتبداوا تصوروه يا استاذ احمد بقى؟ بتقول هنبدا لسه ان شاء الله تتعاونوا سوا تبداوا. هي ايه بقى حايل؟ لان هو العجيب انه انا بتكلم عن استاذ احمد، بمسي عليه استاذي وصديقي حبيبي ربنا يخليك لي. طبعا هو فرصه انه اشتغل معه، فانا لسه بقول للناس مين حيصور؟ قلت لهم احمد الفيشاوي، فهم يقولوا لي احنا كنا حنقول لك على احمد الفيشاوي. على احمد الفيشاوي. يعني مصادفه غريبه يعني، لان هو الحقيقه ما شاء الله له بصمته الكبيره استاذ احمد الفيشاوي في اخراج الكليبات لاصوات رائعه الحقيقه يعني. ونشيط كمان جدا الحقيقه. عملت لها سيناريو ولا لسه؟ لسه بقى ان شاء الله، هو بنعمل سيناريو وان شاء الله تبقى اول قناه تذاع عليها عندكم بقى ان شاء الله. ان شاء الله طبعا، ده احنا شرف لينا كبير ان شاء الله. طب انا عايزه اسالك، يمكن الفنان الجميل اللي معانا النهارده عائد المنشد، هو الحانه طربيه قوي وصوته يعني شرقي اصيل جدا، اكيد هيبقى له تكنيك خاص جدا في اخراج الكليب بتاعه. طبعا. اولا النوع دوت من الكليبات للاصوات اللي هي بتحس بجد وبتغني طرب بجد. بنحاول نخلي كمان الصوره تروح بينا المشاعر واحاسيس حقيقيه. بنعمل حدوته ليها بدايه ونهايه ووسط. بنعمل حاجات كمان يبقى شكلها يتناسب مع الفن الراقي اللي بيقدمه المطرب. يعني طبعا انت عارفه الساحه مليانه ناس بتدعي الغناء، فلما بنلاقي مطرب بجد بصوت بجد باحساس بجد بخامه وقيمه زي عائد، احنا بنبقى مبسوطين بيها وبنعمل مجهود
وبيبقى جوانا نيرف كده عشان نشتغل ونحقق كل اللي حصل. عموما احنا في انتظار حاير للمطرب عائد المنشد والمخرج احمد الفيشاوي ان شاء الله، ويكون كليب جميل ومبهر ان شاء الله. بنشكرك جدا. ميرسي لحضرتك جدا. شكرا جدا. سهرة سعيدة يا رب. سهرة سعيدة للجميع المشاهدين كلهم. ميرسي لحضرتك. يمكن موضوع بقى الثورة. الثورة بقى يعني يمكن نقول ثورة يناير دي أثرت على كل الدول العربية. أكيد طبعا. وكان ليها تأثير قوي جدا على الشعوب العربية. أنت برضو يمكن بحكم وجودك في مصر من سنة 2000 حضرت فعاليات الثورة، وزي أي مواطن مصري وأي شاب مصري موجود عملت أغنية بتعبر عن الحدث ده وهي ولا يهمك. ايه رأيك كده احنا والمشاهدين نشوف الكليب ده ونرجع مرة تانية؟ واضح انه مش جاهز. كلماتها كانت لمين؟ هي للشاعر اللي ذكرته مثال المجهول من الكويت، صديقي وحبيبي اوجه له التحية. شاعر مميز جدا. انا كلمته قلت له انا مش عارف اعمل لمصر ايه. يعني أنا مثل ما قلت لك مصر وصفتها بحبيبتي، فواحد حبيبته بتتعذب وفيها مشاكل وفيها لا يعني أريد أقدم شيء. يعني في الأيام الأولى وأنا ألف بالليل وما أنام وأروح للتحرير وأجي نزلت التحرير طبعا طبعا لازم أشارك إخواني المصريين في كل شيء. طبعا اللي يمر عليهم يمر علي. شيء طبيعي، احنا وطن واحد. خلاص يعني سميتوني العراقي المصري. طبعا يعني حتى كلفت مرة الشاعر كريم العراقي فكتب لي نص جميل لسه بشتغل فيه. وطني برضه لمصر بالفصحى. أحببت مصر حتى ذابت في شراييني فصارت الناس مصريا تسميني. الله. جميل. طيب ايه رأيك بقى يا نرمين نسمع ولا يهمك؟ جاهز. لا جاهز على الشاشة نشوفه مع بعض. حتى لو نديك حياتنا تفتكري يا مصر نوفيلك حنوفيه ولا ايه قصاد اللي انت عملتيه ده كفايه اسمك نفخر بيه حنوفيه ولا ايه قصاد اللي انت عملتيه ده كفايه اسمك نفخر بيه
يفكر يوم يأذيكي بسننا حناكله بإيدينا أرواحنا نحطها سور على بيتك داير ما يدور نعملها للحرية عبور أرواحنا نحطها سور على بيتك داير ما يدور نعملها للحرية عبور ده الموت حياة من أجلي ولا يهمك يا مصر. احساس جميل سواء من عراقي كويتي لبناني اي جنسيه عربيه، الكل متعاطف مع بعض والكل عنده نفس المشاعر. يعني انت استحاله تقول ان ده حد غير مصري اللي بيغني الاغنيه دي هو عراقي مصري زي ما بنقول. الاختيار بيبقى صعب اوقات يا عائد في كلمات مهمه زي دي، يعني كلمات تمس القلب قوي والحبيبتك زي ما انت وصفتها لمصر، فالاختيار بيبقى صعب قوي. يعني قعدت فتره على ما اخترت فعلا الكلمات دي ولا يهمك. والله انت بتسألي السؤال وكأنك كنت موجودة وانا بدور على الكلمات. انا قعدت ادور على كلمة، اتصل باصدقائي الشعراء، لحنت كذا نص بس ما حسيته، ما اقتنعت فيه، الى ان جت الكلمة انا عايز اقول لمصر شيء ولا يهمك. هي دي، هو هاي الكلمة اللي انا اريدها لمصر. هتقومي تاني ولا يهمك. ولا يهمك، يعني كلنا جنبك، كلنا نحبك، عرب عراقي مصر كويتي، طبعا كلنا نحب مصر. طبعا طبعا. فقلت له هي هذه الكلمة اللي ادور عليها. جميل جدا. وطبعا دي ألحانك. استغرقت منك وقت قد ايه علشان تخرج للنور اغنية زي دي؟ يعني واهتميت بايه بالظبط في الحان وكلمات الاغنية دي؟ طبعا هي انتاج الاغنيه، انتاجك برضه. اي طبعا. برافو. مصر تستاهل مصر. اخذت اسبوع تلحين، 5 ايام، ما بين كويس. 5 ايام الى وتسجيل اخذت اسبوع او 10 ايام في هالحدود. يعني اتفضل. دلوقتي اكيد انت كمان مش بس بتبقى كمستقر الحمد لله في مصر طبعا شكر خاص لابراهيم الراديو الموزع والموسيقي. طبعا اكيد. وصديقي العزيز، هو كان شال الموضوع. يعني كان له فضل في التسجيل في الاسعار كان مساهم وخلى الموسيقيين ايضا يساهمون. يعني هو التعاون مطلوب. وطبعا موسيقيين كبار، استاذ سعد محمد كمان. جميل جدا. تعاون جميل. طيب بالنسبه بقى للحفلات، يعني انت مستقر في مصر من 2000 تقريبا زي ما قلنا، لكن اكيد بتسافر لاحياء حفلات سواء بقى مش لازم في العراق، يعني عموما ممكن لا عموما بروح. عموما قول لي الحفلات برضو اللي بتروحها هناك وبتبقى على فترات انا بروح مهرجانات وحفلات. فين؟ يعني سواء رحت دبي، المغرب، ليبيا، لبنان، كذا بلد. يعني كل فترة توجه لي دعوة في مهرجان أو في حفل حتى خاص. يعني تمام. في الأردن مثلا. بتلاقي أكتر أغاني مطلوبة منك إيه بقى في الوقت ده في الحفلات؟ طبعا أغنيتي حايرة وبعدها معقولة، هذول أكثر اثنين. يعني معقولة دي اللي ما سمعناهاش لسه. أنت قلت دي هي موجودة. ممكن نسمع منها. يا ريت نسمعها. يعني معقولة تبقى معانا وما نسمعش. معقولة حبيبي ما وحشتك ولا عني مرة سأل قلبك؟ معقولة حبيبي أهون عليك وأضيع السهولة من ايديك؟ ومعقولة حياتي ما تهمك؟ بدونك حبيبي ما مر
اللي صاير سجاني طير محبوس بمكاني، وانت اللي صاير سجاني معقولة اطير بدون جناح. الله الله جميلة. أنا عايزة بقى أعرف منك، يعني أنت هنا في مصر أم الدنيا من سنة 2000، إيه اللي عجبك في البلد دي وفي أهلها وفي ناسها؟ وإيه أجمل الأماكن اللي بتحب تروحها هنا في مصر لما يكون عندك مثلا لحن صعب شوية أنت مش عارف تكمله؟ يعني احكي لي كده ارتباطك إلى أي مدى بمصر. طبعا ارتباط قوي جدا، يعني ما يتخيل الإنسان حتى. حب عشق حقيقي لبلد، لناسها، لميها، طبعا أكثر شيء أحب النيل بصراحة. وعلى فكرة مسوي له أغنية خاصة للنيل. مين اللي كتب لك كلماتها؟ أحمد عاشور، مصري. أحمد عاشور صديقي أحمد عاشور، سيناريست هو. أيوة وصديقي جدا يعني. فقلت له أريد للنيل أغنية، وفعلا عمل لي. ما جاهزة الآن، لا تقولوا لي غنيها. لا المرة الجاية بقى إن شاء الله. حبيت ناسها، واكثر شيء عجبني بالشعب المصري التواضع حقيقه. يعني لو خلي يسمع كل العالم انه انا دخلت معظم البلدان العربيه، اكثر شعب متواضع وطيب وبسيط الشعب المصري. يعني نجم كبير جدا ويسلم عليك بمنتهى الحب ومنتهى الاحضان ومنتهى الذوق. يعني انا لي علاقات طيبة مع فنانين كبار. بس عايز اسالك مين الصداقات اللي كونتها في الفترة دي بقى؟ اللي حب حقيقي بس للاسف فترة انا انشغلت وسافرت محمود حميدة الفنان طبعا احبه جدا يعني. هو كان له فضل علي وداعم لي كثير يعني. ساعدك لما جيت مصر؟ اول ما جيت كنت على يد محمود حميدة والله. كان في مهرجان اسكندرية السينمائي. دي كانت اول زيارة ليك لمصر؟ ايوه. بعد المهرجان، بعد مهرجان الاغنية الدولي بعد كده. هو تلقائي محمود. لا طبيعته متواضع. طبيعي ومتواضع يعني. من اول ما ركبنا في العربية بتاعته اللي عائد انا حبيتك. بس صرنا اصدقاء جميل جدا. طبعا في ايضا علاقات لي مع فنانين كثير في مصر. جميل جدا. للاسف الوقت انتهى، فطبعا هنشكر مشاهدينا، بنشكرهم جدا طبعا على متابعتهم، وبنشكر كل اللي اسعدونا باتصالاتهم التليفونيه. وان شاء الله الخميس الجاي برضو هنحاول، واسره البرنامج هتحاول ان يكون سهره مميزه. وبنوعد حضراتكم على فكره مع خريطه البرامج الجديده، برنامج على شط النيل هيكون ليه شكل مختلف تماما، وفي مجموعه فقرات ولقاءات ان شاء الله هتعجب حضراتكم. بشكركم جدا، وفي النهايه بشكر نرمين. ميرسي يا نرمين. ميرسي طبعا لكل اللي تابعونا في حلقه الليله دي، ومش هنمشي قبل طبعا ما عائد يعني يختم لنا السهره الجميله دي بصوته الجميل زي ما بدانا واستمتعنا طول الوقت. اتمنى تكونوا استمتعتوا انتوا كمان معانا. وبنشكر جدا الفنان العراقي المصري عائد المنشد. وهنسيبك بقى تطربنا. تعجبني هاي التسميه الحلوه. يبقى احنا متفقين. احنا متفقين. انا اشكركم جدا، واشكر الجمهور، واشكر المخرجه والمعده والكادر كله. ميرسي ليك يعني. تحياتي لهم وقبلاتي وكلهم سعداء. انا السعيد انه هم كلهم سعداء بوجودك. وتفضل مخرجتنا هيام حجاج النهارده، يعني الحقيقه ابدعت في الحلقه دي. هنختم بقى حبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي. ابقى افتكرني، حاول تفتكرني، دي ليالي عشناها ابدا مش حنساها. على بالي ايام وليالي، على بالي ليل ونهار، وانت على بالي.
حبيبي زي الهوى من الهوى يا حبيبي من الهوى يا حبيبي وخدتني ومشينا يا حبيبي تحت القمر غنينا سرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني. خط أدعية الشيخ الشعراوي. اتصل من أي محمول على 1413 أو من أي خط أرضي على 09851 واسمع ونزل على موبايلك أجمل أدعية الشيخ الشعراوي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك فاجعل اللهم حبي يا رسول المحبة. لسماع وتحميل نغمات ومقاطع أغنية حبيبي يا رسول الله للنجم تامر حسني اتصل على 1413 من أي محمول أو على 09000 من أي خط أرضي. يا حبيبي يا فهمتنا الدنيا علمتنا القرآن وزرعت جوانا محبة الأديان. مسابقة السيرة النبوية. اشترك معنا في المسابقة واكسب 2000 جنيه كل 10 أيام. من هي والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1. آمنة بنت وهب. 2. السيدة هاجر.